ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم عمر من موقع فارماكوجون. النهارده هحكي لكم تجربتي مع التستوستيرون لمده 6 شهور. ايه هي النتائج اللي انا لاحظتها؟ ايه هي الاعراض الجانبيه اللي ظهرت؟ ازاي اتعاملت مع الاعراض الجانبيه دي؟ واقول لكم كل حاجه باختصار عن تجربتي. بس قبل ما ابتدي الفيديو، انا حابب اوضح ان الفيديو ده مش تشجيع نهائي ان انت تستخدم هرمونات او ان انت تستخدم تستوستيرون، او ان انا بروج للفكره ان انت تستخدمها. لما تبتدي تخش في عالم الهرمونات او ان انت تلعب في هرموناتك، فانت ممكن تعرض نفسك لخطر واعراض جانبيه انت في غنى عنها، وبالذات لو انت ما عندكش العلم الكافي او حتى صحتك ما تسمحش. الهدف من الفيديو ده هو مجرد التثقيف والترفيه، وبرضه عشان الناس اللي خلاص يعني هو خلاص بيستخدم تستوستيرون او خلاص قرر ان هو يستخدمه، ما يقعش في غلطات او اشاعات منتشره حوالين الموضوع ده. يعني الهدف من الفيديو ده انت ممكن تقول ان هو هارم ريدكشن، مش تشجيع على استخدام الهرمونات نهائي. هو مجرد فيديو للتوعيه والتثقيف فقط. فيا ريت ما تستخدمش اي دواء بدون استشاره الطبيب بتاعك، لان ده ممكن يكون ليه عواقب وخيمه جدا. بعيدا عن الاسباب اللي خلتني ان انا استخدم التستوستيرون، فانا هنا في القناه فارماكوجون، فانا بحب اتكلم عن الادويه. يعني هو ده مجال دراستي ومجال شغلي وبرضه الشغف بتاعي. فانا لما بحب اتكلم عن الادويه، فانا بحب ان يكون عندي تجربه سابقه للموضوع، لو مش على الاقل على نفسي، على ناس قريبه انا بثق فيها. انا كنت عارف ان انا هتكلم عن الهرمونات وعن التستوستيرون وعن الحاجات دي من اول لما بدات القناه، بس كنت الاول مستني ان انا اجرب الحاجات دي بصوره عمليه. فزي ما تقول كده، كل واحد او كل انسان ليه الحاجه اللي هو ممكن تدمره، بس انت ممكن تقول ان انا شغوف او عندي رغبه في التعلم عن الفارماكولوجي وان انا اطبقها في الحياه العمليه. الاسباب اللي خلتني استخدم التستوستيرون هي ان انا كنت عايز ازيد في الحجم العضلي وبرضه في القوه، وبرضه ان انا استفيد بفوائد التستوستيرون النفسيه، من حيث زياده الرغبه، زياده التشجيع، زياده الموتيفيشن والدرايف وكل الحاجات الكويسه اللي بتيجي من استخدام التستوستيرون. فتجربتي معاه كالتالي كانت للست شهور الاخيره. اول 8 اسابيع قررت ان انا استخدم تستوستيرون سيدوتوسترون، اللي هو تستوستيرون انانسيت، امبول واحد في الاسبوع، اللي هو جرعه 250 مللي جرام، لمده 8 اسابيع. 8 اسابيع يعني لمده شهرين. وبصراحه في الفتره دي ما لاحظتش تغيرات كبيره قوي من استخدام التستوستيرون، الا في اواخر الاسبوع الثاني ابتديت الاحظ موضوع العصبيه والاجريشن اللي بيجي من استخدام التستوستيرون. بعدها بعد الاسبوع الثامن قررت ان انا ارفع الجرعه لحد 500 مللي جرام عشان اشوف تاثيرها برضو على نفسي. طبعا انت لما تطلع ل 500 مللي جرام دي مش جرعه تعويض هرموني نهائي، دي جرعه لاعبين كمال اجسام. بالنسبه للاعبين كمال الاجسام فيها جرعه عاديه، هم في ناس كتيره بتاخد ال 500 مللي جرام دي طول السنه. انما بالنسبه للتعويض الهرموني فدي جرعه عاليه جدا، وهتخلي مستويات التستوستيرون بتاعتك بره المعدل الطبيعي بمراحل كتيره جدا. اللي لاحظته من استخدام جرعه 500 مللي جرام، اللي هي حقنتين في الاسبوع او امبولين في الاسبوع، ان موضوع العصبيه ده كان في الاول، او الاجريشن كان عالي جدا، اللي هو انت حرفيا ماشي في الشارع تحس ان انت عايز تشاكل مع الناس كلها. في باور رهيب، حرفيا بيأثر على نومك من كتر ما هو في اجريشن عالي، ان انت مش عايز تنام، ولو نمت مثلا 5 ساعات كتير بالكتير وتلاقي نفسك عايز تصحى تاني. بس الموضوع ده انا عايز اقول لك ان هو ما بيستمرش كتير، يعني هو بعد فتره جسمك برضو بيتعود على كميه التستوستيرون دي، وبتبتدي عادي ترجع طبيعي عادي، شخصيتك الكالم وكل حاجه كويسه. طبعا لو انت شخص عصبي اصلا، فالموضوع ممكن يكون يقلب معاك بعصبيه زياده وممكن يضر الناس اللي حواليك. فلو انت اصلا شخص عصبي، فما انصحش ان انت تستخدم هرمونات نهائي، او ان انت تتعلم ان انت تتحكم في اعصابك. بعدها في اخر اسبوعين، اللي هي في الفتره الحاليه، قررت ان انا ارفع الجرعه ل 750 مللي جرام في سبيل التجربه فقط. يعني طبعا دي مش الجرعه اللي هفضل مستمر عليها طول السنه، لان هي تعتبر جرعه عاليه جدا. يعني حتى لو هدفي بناء العضلات، فانت ممكن ان انت تقلل الجرعه ل 500 مللي جرام وتضيف مركب تاني احسن من ما تطلع لجرعه 750، بس هي في سبيل التجربه مش اكتر. في بقى اشاعه هنا عن الناس اللي بتستخدم هرمونات، او اللي نشرها مروجين الهرمونات اللي بيستفادوا منها ماديا، اللي يقول لك ان انت لازم تسايكل اوف، او ان انت تعمل بي سي تي وتنظف كل 3 شهور عشان الهرمونات تخرج من جسمك، عشان جسمك ما يتعودش عليها، وعشان تفضل تزيد عضلات. طبعا الكلام ده هاكس في الفاضي تماما، ومفيش حد فاهم الفارماكولوجي بتشتغل ازاي يقول كلام زي ده. الفكره دي كانت ناتجه من الاول ان مروجين الهرمونات كان يقول لك حاجه اسمها كورس الضخامه وكورس النشاف. كورس الضخامه ده يقوم جاي بايع لك شويه هرمونات، المفروض ان هي تيست بروبيونيت مع تيست انانسيت او تيست سيبيونيت، يقوم حاطط لك معاها ديكا وشويه دنابول وشويه مكملات، ويشيلك الشيله تدفع مثلا 20 ولا 30 الف جنيه في الكورس. بعدها يقول لك لازم تنظف، لازم تعمل كورس بي سي تي عشان جسمك ما يتعودش عليه، وبعدين يقول لك بعدها هنعمل بقى كورس النشافه، فيقوم جايب لك مركبات تانية زي التيست، ويقوم جايب لك مثلا انافار، ويجيب لك مونسترول، ويبتدي
حرفيا بيخبط في الحلل، بس الفكره كلها ان كده بيكسب منك فلوس كتير. فهو كده خد منك فلوس في كورس ضخامه، وخد منك فلوس في كورس البي سي تي، وخد منك فلوس في كورس التنشيف، وانت عمال تقع فلوس على الفاضي. وفي المقابل نفسيتك عماله اللي هو رولر كوستر، لان انت مثلا لما تبتدي تستخدم هرمونات فانت الشهوه والرغبه والموتيفيشن والدرايف كل حاجه عاليه بسبب الهرمونات دي، وبعدين تكراش لان انت بتحاول ترجع انتاج غددك الطبيعي اثناء البي سي تي، فتلاقي انت نفسيتك وحشه ومش عارف ايه، لا انا عايز ابتدي استخدم هرمونات تاني، فتلاقيك ان انت رايح له عشان تشتري كورس النشافه بتاعه، فتلاقي ان نفسيتك حلوه، وهكذا وهكذا. ففي ناس كتيره بتضيع فلوس كتيره على الفاضي، مع ان هو كان ممكن ياخد، طالما انت خلاص قررت ان انت تستخدم هرمونات، ان انت تاخد لو دوز مركب واحد فقط تبتدي بيه، وبعدها تشوف تاثيره على جسمك، وبعد فتره معينه مثلا ان انت توصل للبلاتو من المركب ده او من الجرعه دي، فانت ممكن ان انت تعلي الجرعه، تعلي الاكل بتاعك، تزود شده التمرين، تضيف مركب تاني بجرعه قليله، وهكذا. ده الاستخدام الصحيح للهرمونات. انما شغل ان انت تسايكل اون وتسايكل اوف على اساس ان جسمك بيتعود، ده الكلام ده كله هاكس ومفيش حاجه اسمها كده. فانا استخدمت التستوستيرون لمده 6 شهور، وناوي ان انا استخدمه كمان 6 شهور. وبصراحه كل النتائج منه كانت ايجابيه. من حيث الكتله العضليه، فانا قبل ما استخدم التستوستيرون كان الوزن بتاعي حوالي 80 كيلو نسبه دهون 25%، دلوقتي انا وزني 100 كيلو حوالي نسبه دهون من 20 ل 25%. فاللي هو زدت عضل وزدت ميه وزدت دهون، بس الزياده العضليه كانت كويسه جدا. طبعا انا طولي 181 ووزني الحالي 100 كيلو. من حيث القوه فارقامي كلها زادت في كل الرفعات، سواء في البنش بريس، سواء في الديد ليفت، سواء في السكوات، حتى في الكنترول والمايند ماسل كونكشن بالعضلات اتحسن بصوره كبيره جدا بسبب زياده القوه. بالنسبه بقى للاعراض الجانبيه المحتمله من استخدام التستوستيرون، الاعراض دي بتشمل الجاينوكوماسيا او التسدي، هير لوس او تساقط الشعر، الاكني او حب الشباب، الانكزايتي والسليب ديس اوردر او مشاكل في الارق والنوم، مشكله في الاكسيديتيف ستريس، مشكله في ارتفاع ضغط الدم، مشكله في تحاليل الدم بتاعتك، ارتفاع مثلا كرات الدم الحمراء، ومشكله العنف والاجريشن، واخر مشكله اللي هي الشهوه والرغبه الجنسيه، وبرده الحيوانات المنويه بتاعتك. ازاي بقى انا اتعاملت مع كل واحد من الحاجات دي؟ طبعا انا بعمل تحاليلي كل فتره، بس انا مش هنشر تحاليلي، لان في ناس كتيره ممكن تاخد التحاليل دي ان انا بقول لك ان انا استخدمت التستوستيرون بجرعه كذا وما سببليش اعراض جانبيه، فده يبقى زي ما تقول كده الرساله بتاعتك ان انت تروح تستخدمه وما تحللش وتلقي نفسك الى التهلكه. فانا مش هنشر لكم التحاليل بتاعتي، بس هي كانت كويسه، واقول لكم دلوقتي اتعاملت ازاي مع كل مشكله من المشاكل دي. طبعا بالنسبه للجاينو، فانا اصلا كان عندي جاينو من وانا عيل صغير، بسبب ان انا كان وزني زياده، ومرض الجاينو او البيوبرتال جاينوكوماسيا هو مرض منتشر جدا. اثناء تخطيطي للسايكل فانا قررت ان انا للجاينو فانا هستخدم حاجتين، يا اما البروفايرون اللي عاد ناقص من السوق، او النولفادكس. فانا اشتريت الاثنين وركنتهم عندي في البيت، وبصراحه لحد جرعه 750 مللي جرام فانا ما لاحظتش ان الجاينو بتاعتي ازدادت. ده بالعكس، ده انا من اول لما طلعت الجرعه 500 فانا حسيت ان الجاينو بتاعتي صغرت، وبالذات لما بظبط الاكل بتاعي. فموضوع ان انت يجي لك تسدي من استخدام التستوستيرون ده مش حاجه مؤكده، والاستروجين بتاعي مش بوطيه نهائي، ده بالعكس ده هو عالي ومش مستخدم مضاد ارمطه، والموضوع مش قالب معايا باعراض جانبيه ولا اي حاجه. بالنسبه للهير لوس او تساقط الشعر او الصلع الوراثي، فانا طبعا اكيد كل الناس عارفه ان انا عندي صلع وراثي، وكنت بستخدم فينسترايد ومينوكسيديل، بس حاليا من حوالي 3 شهور فانا بدلت الفينسترايد بالدوتاسترايد، عشان طالما انا قررت ان انا هستخدم التستوستيرون لفتره اطول فانا محتاج حاجه اقوى تقلل لي نسبه الدي اتش تي بصوره اكبر. والفينسترايد ما كانش مسبب لي اي اعراض جانبيه، ولا حتى الدوتاسترايد لما جربته قبل كده، فانا قررت ان انا استخدم الدوتاسترايد بصوره يوميه والمينوكسيديل، ودي كانت الحاجات الاساسيه عشان اواجه الصلع الوراثي اللي عندي. واعتقد ان هو وقف الموضوع بصوره كبيره جدا. طبعا اعتقد ان انا لما بصيت في فيديوهات ليا من 7 شهور مثلا من قبل ما استخدم الهرمونات، فكان شعري كان فيه كثافه اعلى من كده بشويه، بس حرفيا ما اقدرش احدد هل ده بسبب التستوستيرون ولا بسبب ان انا قررت في النص ان انا ابطل الفينسترايد والمينوكسيديل فتره، ولا التجارب اللي انا بعملها، ولا الحاجات اللي انا بعملها. فانا بصراحه ما عدتش قادر ان انا اراجع من كتر التغيرات اللي انا بعملها في روتين الشعر بتاعي. بس لحد دلوقتي فانا شايف ان الوضع ستيبل، والتستوستيرون ما خلاش الشعر بتاعي يتراجع. طبعا هل التستوستيرون ذات نفسه بيؤدي الى الصلع الوراثي ولا الدي اتش تي؟ ده موضوع فيديو تاني، لان الادله متناقضه من حيث الموضوع ده، فهبقى لكم فيديو عن الموضوع ده بالتفصيل. بالنسبه للاكني، فانا طبعا انا كنت وانا صغير عندي اكني عنيفه جدا، بس حاليا هي بتكون عباره عن حاجات بسيطه جدا. وانا عارف ان الاكني بتاعتي بتتاثر بالضغط بصوره كبيره، فانا لو عايز ان انا اشيل فرصه ان انا يجي لي اكني، فانا بقلل السكريات والدهون من الاكل بتاعي او الفاست فود عموما.
وبرضه ممكن بستخدم للاكني اللي بتظهر في الجسم سكراب من الساليسيليك اسيد، ده بيكون كافي ليا كويس ان انا اشيل الاكني، مش محتاج ان انا استخدم حاجه اقوى لعلاج حب الشباب. بالنسبه للانكزايتي والسليب ديس اوردر، فانا بستخدم الميلاتونين، والجرعه اللي بلاقيها مناسبه ليا اللي ما بتضرليش بالنوم هي جرعه 1.5 مللي جرام. بستخدمها قبل النوم بحوالي ساعه، وشلل الانكزايتي بصوره كبيره جدا، او الارق اللي بيحصل. طبعا برضو موضوع الانكزايتي ده كان في اسوأ حالاته في بدايه استخدام التستوستيرون، بس دلوقتي الموضوع بقى عادي يعني، زيه زي الاجريشن. كان في بدايه الاستخدام كانت تحس ان هو اجريشن عالي، زي ما اقول لك وانا ماشي كده في الشارع تحس انك عايز تمسك اي حد تضربه، بس دلوقتي الموضوع برضو بقى عادي. بالنسبه لكريات الدم الحمراء، فالتستوستيرون ما علليش كريات الدم الحمراء، تحليل السي بي سي بتاعي كويس، كله في النورمال رينج. فانا ما اضطريتش ان انا استخدم حاجه ليه، بس لو كان تطلب الامر او كان حصل لي مشكله، فانا يا اما ان انا كنت هتبرع بالدم، او ان انا استخدم دواء من ادويه الاربس، وبالذات لو كان عندي ارتفاع في ضغط الدم. بالنسبه للبلاد بريشر او ارتفاع ضغط الدم، فانا التستوستيرون ما اداليش لارتفاع ضغط الدم بصوره كبيره. انا ضغطي على طول بيكون 110 على 70، يعني ما بيكونش 120 على 80. والريستنج هارت ريت بتاعي بيكون دايما اقل من المعدل الطبيعي، ده غالبا بسبب ان انا على طول اكتف، على طول بلعب كارديو، يا اما سباحه، يا اما بلعب كوره، يا اما بلعب بينج بونج. فعلى طول اكتف، فضغطي ما لاحظتش ان هو ارتفع بسبب التستوستيرون. بس لو كان ارتفع فانا كنت مجهز في الخطه يا اما سيالس بجرعه قليله 5 مللي جرام او 2.5 مللي جرام يوميا، او ان انا كنت هستخدم دواء من ادويه الضغط اللي هو الارب، بسبب قدرته على تقليل الضغط، وبرضه تقليل كريات الدم الحمراء، وبرضه تاثيره الجيد على الدهون في الجسم، وخاصه دواء اسمه تاليمسارتن. بالنسبه لموضوع الشهوه والرغبه الجنسيه، في ناس كتير هتقول لك ان انت اول ما تستخدم التستوستيرون فانت تنسى الشهوه والرغبه الجنسيه او الحملات المنويه وانت تبقى عقيم، وفي الحقيقه الموضوع ده كله هاكس تماما. اي حد استخدم تستوستيرون هتعرف ان انت اول لما تستخدم الحاجات دي فانت هتبقى حيوان. لو انت مثلا الشهوه عندك كانت 50%، فهي هتبقى 150%. التستوستيرون بيرفع الشهوه بصوره كبيره جدا، والرغبه الجنسيه والانتصاب. حرفيا الموضوع كان ساعات بيخرج عن السيطره. فلو انت ما بتعرفش تتحكم بنفسك، ومثلا مدمن اباحيه، او الشهوه عندك عاليه ومش قادر تتحكم فيها، فانت لو انت قررت تستخدم هرمونات فالوضع هيخرج عن السيطره تماما، ولازم تتعلم سيلف كنترول على الموضوع ده. طبعا برضو من حيث الشهوه والرغبه الجنسيه، فانا كنت بستخدم حاجات عشان تشيل موضوع ان هو التستوستيرون بيقلل السبرماتوجينيسيس بصوره بسيطه. فكنت بستخدم على طول الكارنيتين، بس الحقن مش الاقراص، وهبقى اعمل فيديو بالتفصيل ليه بستخدم الكارنيتين بالحقن. وكنت بستخدم برضو فيتامين د وفيتامين سي وزنك ومغنيسيوم. طب الخلاصه ايه في كل الكلام ده؟ الخلاصه ان تجربتي مع التستوستيرون لمده 6 شهور بصراحه كانت تجربه ايجابيه جدا، وانا ما ندمتش ان انا استخدمته. بس انا مش معنى ان انا بقول لك ان تجربتي كانت ايجابيه ان ده الرساله ان انا بقول لك روح استخدم هرمونات، لان الموضوع بيكون ليه مخاطر لو انت مش عارف ازاي تتعامل معاها. فزي ما انت شايف انا قعدت الك في حاجات كتيره جدا، وطبعا انا كنت ماشي بالخطه بتاعتي ان لو حصل كذا فانا عامل كذا، ولو حصل كذا فانا عامل كذا. فانت لازم تكون عامل حسابك حتى الاعراض الجانبيه مش ممكنه. انما فكره ان انت تستخدم هرمونات مثلا بطريقه عشوائيه، فالموضوع هيكون عشوائي جدا وممكن تؤدي بصحتك. والخطوه القادمه ان انا هستمر على استخدام التستوستيرون، بس مش هفضل مستمر على جرعه 750، هقلل الجرعه. وممكن غالبا ان انا افكر ابتدي ادخل مركبات تانية مع التستوستيرون.